انا لا اؤمن بالصدفه. ايه اللي يخلي حكم من امريكا اللاتينيه ناطق باللغه الاسبانيه في ربع النهائي يحكم ما بين منتخب المغرب والمنتخب الفرنسي، مع العلم ان في فريق وصل للنهائي وهي الارجنتين وبرضه من امريكا اللاتينيه؟ مين اللي عينهم في اداره مباراه المغرب وفرنسا؟ اسئله كتيره بتطرح وملهاش اجابه لغايه دلوقتي. طيب امير قطر ليه ما حضرش مع مايكرون في المقصوره الرئيسيه، واحنا كلنا متعودين ان الامير قطر حابب دايما وبيحب تشجيع المنتخب المغربي وبيشجعهم في كل مباراه؟ مش معنى المباراه ديت لم يحضر. السؤال اللي بعده، هو ليه اصلا مايكرون معلش يعني جه في المربع الذهبي خصيصا امام المغرب؟ ايه الفكره؟ مع العلم ان الرئيس الفرنسي اصلا غير محبوب وغير يعني، وفي الاساس واصلا الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون مش محبوب من العرب الا لدوله الجزائر بعيد عننا، ما علينا كده كده مش متواجده اساسا في كاس العالم. بس ايه اللي خلاه يحضر وسط العرب؟ هو دايما عنصري ومتحيز ضد الاسلام، وكلنا كنا شفنا الكلام الغريب الجاهل طالع منه وباساءه للعرب كلهم وللاسلام طبعا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحبائي الكرام. فيديو جديد، لايك متين للفيديو، سبسكرايب لو أنت أول مرة تتابعنا، شير الفيديو فضلا وليس أمرا. كلنا تابعنا شوية أخبار غريبة جدا جدا على السوشيال ميديا من بعد مباراة المغرب وفرنسا. طبعا مايكرون للأسف الشديد كان جاي يشمت في المملكة المغربية. طبعا احنا عارفين التحالف الكبير ما بين فرنسا والجزائر، ولكن للأسف الشديد جات لهم من طبق من ذهب تعيين الحكم المرتشي، واعتقد اللي هو ارتشى وجايب الامر المباشر لهزيمه المنتخب المغربي. المنتخب المغربي في الشوط الاول ليه ضربه جزاء صحيحه 100% بجميع النقاد بجميع اراء الخبراء في التحكيم. المغرب ليه ضربه جزاء. الشوط الثاني بوفال اخذ انذار، مع العلم اللي هو كان ليه فاول والمفروض اللاعب الفرنسي ينطرد، ومع ذلك لقينا بوفال هو اللي بياخد انذار وبتتحسب فاول على المغرب. الشوط الثاني في لمسه يد لصالح المنتخب المغربي، يعني تاني ضربه جزاء ولم تحتسب. ايه الاسباب؟ احنا مش عارفين. طبعا كلنا عارفين ومتاكدين ان المنتخب المغربي والمملكه المغربيه من جماهيرهم عن طريق الشعارات اللي كانوا رافعينها فلسطين، وكلهم كانوا بيقولوا الله اكبر، لا اله الا الله محمد رسول الله. طبعا اعتراضهم ده كان اعتراض رسمي ما بين الجماهير العربيه والمسلمين والمغربيه. ماكرون الرئيس الفرنسي اكبر فاتن في الوجود حتى الان. طبعا كلنا بيتلاعب بمشاعر المغرب سياسيا واقتصاديا، وكمان هو مش كده وبس، وبيستحلب كمان خيرات الدوله الجزائريه في المقابل اللي هم يساندوهم سواء كان بالسلاح او ببعض الاقتصاد، مع العلم ان فرنسا هي اللي محتاجه الموارد الطبيعيه اللي متواجده في الجزائر. والجزائريين للاسف الشديد بيلعبوا الطعم وصدقوا نفسهم ان هم يعني تحت ولايه فرنسا، مش قادرين ينسوا اللي فات، مش عارف ليه، مع العلم ان العرب والمسلمين هم الاولى. ولكن ازاي الكلام دوت؟ لا، فرنسا ده اجدادنا كلهم فرنسيين، عادي نديهم الموارد وبارخص الاسعار، مع العلم ان الشعب الجزائري يا عيني يا ولدي يا غلبان مش لاقي اساسا بعض السلع الاساسيه، مع العلم ان الجزائر تعتبر اكبر دوله من حيث المساحه في قاره افريقيا، ومع ذلك مواردها ليست لشعبها بل لفرنسا. احبائي الكرام الفيديو خلص، ولو ما حطيتش اللايك زعلان منك. شكرا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.